فص التوم اللي انتوا شايفينه دوت اقوى مضاد حيوي طبيعي ربنا خلقه للانسان والحيوان والطيور، وطبعا محفز جنسي وطارد للديدان ووقايه من الامراض، حاجات كتير جدا من خصائص التوم. هكلمك النهارده على التوم وفوائد التوم، ولكن يا شباب عايزين لايكات كتير جدا للفيديو ده لان ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. النهارده هنتكلم على اقوى مضاد حيوي طبيعي ربنا سبحانه وتعالى وجده للوقايه من جميع الامراض للانسان، للحيوان، للطيور، لاي كائن حي. التوم ده يا جماعه خير، مش عايز اقول لك يعني كنز موجود عندنا في المنزل. لو ما بتستخدمهوش للطيور عندك فانت خسران كتير. هقول لك فوائد التوم وهقول لك الطريقه السليمه الصحيحه اللي انت تقدر تستخدم بيها للطيور عندك، اي طيور عندك في المنزل. وكمان ده هتستخدمه برده، مش هنرمي الحاجات اللي هي الزياده ديت، هقول لك هتستخدمه فيه ليه استخدام مهم جدا برده للطيور عندنا. طيب خلينا بس سريعا كده قبل ما اقول لك هنستخدم التوم ده للطيور دي ازاي، هقول لك فوائده التي لا تحصى ولا تعد. يعني ليه فوائد كتير جدا التوم ده للوقايه من الامراض. طبعا ده مضاد حيوي طبيعي للوقايه من جميع الامراض، من الكوكسيديا، كوكساريديا، السالمونيلا، الامراض ده يا جماعه اللي بتضر الحمام عندنا. فالتوم ده يعني بيقي الحمام من الامراض دي كلها. لو بتستخدم التوم ده ما انتش لازمك ان انت تجيب ادويه كتير، ومش لازمك ان انت تصرف كتير على الحمام عندنا. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه مضاد حيوي بيشتغل على كل البكتيريا اللي في جسم الطيور. تاني حاجه منشط عام للجسم، بتلاقي عندك الحمام ما شاء الله بتلاقي صحه وحيويه، بتلاقي الحمام بيخصب بشكل كويس، بتلاقي ان الحمام يعني ما شاء الله صحته كويسه، مفيش امراض، مفيش القصه دي كلها. تالت حاجه مطهر معوي. حضراتكم من الناس اللي بتجيب طبعا فلاجيل وانتينال والامبريزول، الحاجات دي يا جماعه احنا بنستخدمها كمطهر معوي للطيور دي، عشان بيبقى فيه جراثيم او طفيليات داخله في جسم الطيور، فبالتالي التوم ده بيقضي على الامراض دي تماما تماما تماما. طيب الحاجه الثالثه او الرابعه محفز للخصوبه، بيخلي الذكور ما شاء الله تعالى تخصب بشكل كويس. يا جماعه الخير يعني انا جايب لكم النهارده الصراحه كنز، يعني ده الصراحه كنز. طريقه الاستخدام بتاعته سهله وبسيطه جدا. خليني بس افتكر لكم، طبعا التوم ده فوائده كتير جدا. طبعا كمان طارد للديدان. طبعا الديدان يا جماعه الخير لو بقى في الطيور عندك ديدان هتلاقي ترويق في البيض. لو في الطيور فيها ديدان هتلاقي ان الذكور طبعا بتروق البيض، والنوتي كمان ما بتبيضش. ليه؟ لان الديدان ديت بتتغذى على الاطعمه اللي داخله جسم الطيور ديت، فالتوم ده بيقضي على الديدان دي تماما تماما. لا هستخدمه ازاي، هقول لك الاستخدام ازاي، الاستخدام الصحيح السليم. طيب الحاجه اللي بعد كده طبعا مضاد سموم. الناس اللي هي بتوكل اعلاف والناس اللي هي بتاكل اكل من المنزل والاكل ده بيكون فيه سموم، فده كمان مضاد سموم، يعني كنز حقيقي موجود. طبعا في ناس بتجيب مضادات سموم كتير بيطريه. التوم ده يعني قلت لك للخصوبه، وقلت لك مضاد حيوي، وقلت لك ان هو محفز او طارد للديدان، وكمان مضاد سموم. وكمان يا جماعه الخير بيساعد على الهضم. يعني في طيور بتبقى الحويصله بتاعتها متحجره، وخصوصا الزغاليل بتلاقي تحجر في الحويصله، فالتوم ده بيساعد كمان على الهضم. وطبعا ليه فوائد كتير جدا. عشان بس ما نطولش فيديو، تعالوا بقى نقول لكم الاستخدام السليم الصحيح للتوم ده، والتوم ده هنستخدمه ازاي معانا بالتفصيل. طبعا احنا في البدايه كده احنا استنى بس عشان الحمام بس بتاعنا ما يطيرش. احنا هنفصص الفصوص دي بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. طبعا التوم ده يعني زي ما قلت لك القشره ديت هتبقى صعب عليه شويه. هقشر التوم ده في ثانيه واحده وهرجع لكم تاني. بعد ما فصصت التوم بقى وشلنا القشره اللي عليه، طبعا في فصوص كبيره وفي فصوص صغيره. هقول لك بقى الطريقه السليمه الصحيحه ان انت ممكن تستخدم بيها التوم دي للطيور. شايفين الفص قد ايه؟ يعني مش هينفع احط فص زي كده في بق فرد الحمام، ولكن هقول لك بقى احنا هنجيب بقى اي كيس بلاستيك بالشكل دوت، وممكن من غير كيس بلاستيك، ولكن انا هوريكم بقى في كيس البلاستيك. حط طبعا فص التوم، فص التوم كبير قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. وطبعا بجيب اي حاجه عندي مسقه او اي حاجه آلة تكون تقيله، وبضغط على فص التوم بالشكل دون. هو طلع من الكيس بس يلا بقى مش مشكله. طبعا الغرض ان انا يعني ادعك فص التوم ده كويس، اهرس فص التوم ده بالشكل ده.
هستخدمه ازاي بعد كده؟ ما تستعجلش، هقول لك انا هستخدمه ازاي. طبعا لما بفصص التوم بالشكل ده ممكن بقى ان انت تحطه بقى في حاجه كله كده، وان انت تدعكه كويس، او ان انت تفرمه كويس، وهنستخدمه مع بعض بالطريقه السليمه الصحيحه. طبعا بفصل التوم بعد ما ان احنا بنهرسه كويس كده، بنحطه بقى في وعاء ميه، يعني بنحطه الميه في الشرب، او ممكن ان انا احطه في الميه لمده مثلا 12 ساعه او 24 ساعه لو انت مش مستعجل على استخدام التوم. وببدا ان انا اقدم الميه دي للحمام. طبعا فص كبير زي كده بقسم الفص ده نصين، وهوريكم برضو فرد حمام عملي احنا هناكله التوم ده، هناكله الفص ده كامل ان شاء الله تعالى. ولكن ما ينفعش ان انا احط فص التوم كامل. ده حمام يا جماعه الخير اهون، يعني انا عايز عنده ديدان مثلا، عايز ان انا اقيم من الامراض، الذكر مثلا بيروق البيض، كل ده انا بدي للحمام ده توم. طبعا التوم ده يا جماعه كان علاج غوات زمان، علاج غوات زمان. بفتح بق فرد الحمام بالشكل ده، وببدا ان انا اديله فص التوم، وببدا ان انا انزل فص التوم ده في الحويصله بتاعه الفرد بتاع الحمام ده، اديله النص الفص الثاني. طبعا هو دلوقتي نص الفص ده نزل في الحصله بتاعه الحمام عندنا. اديله نص الفص الثاني يا جماعه. طبعا التوم ده قلت لكم فوائده كتير جدا، يعني لو مهما اتكلم عن التوم مش هدي التوم ده حقه. يعني اقوى مضاد حيوي طبيعي حصل، يعني اقوى من المضادات الحيويه كمان الموجوده في الصيدليه. والاعشاب عامه لو ما نفعتش ما بتضرش، الاعشاب عامه لو ما نفعتش فهي ما بتضرش. نرجع بقى فرد الحمام ده تاني. ممكن بقى لو انت حاسس حمام في سلاكه تلف بقى الحمام عندك كله، تدي كل فرد وانت ماشي كده فص توم، هتلاقي ان الحمام بتاعك فايق ورايق والدنيا معاه متظبطه زي الفل. اتمنى يا شباب يكون الفيديو ده عجبكم، ويكون نقدم لكم معلومه ان شاء الله ده عودكم فيها قوي جدا. مراحق قدام، اشوفكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم.